لو عندك كوباية من السكر وضفت عليها نص كوباية من الكاكاو الخام وضفنا عليها كوباية من الحليب وكمان كوباية من الزيت، هناخد المقادير دي كلها وهنضربها في الخلاط. هيكون معانا القوام تخين بالشكل ده رغم ان انا نزلت بالزيت مرة واحدة، يعني ما نزلتش بيه تدريجي. لو انتي حابة تنزلي بيه تدريجي انزلي، لو هتنزلي بيه مرة واحدة برضو القوام هيكون معاكي تخين، وكل ما هتضربيه كل ما هيتخن معاكي اكتر. هناخد بقى المقادير اللي احنا عملناها دي وهنجيب الكوباية المعيارية اللي احنا اشتغلنا بيها. طبعا احنا بنشتغل بكوباية ثابتة. هنجيب الكوباية دي وهنبدأ نفضي فيها الخليط لحد ما نملاها، وهناخده هنحطه في التلاجة. اما الباقي ده بقى هضيف عليه 2 بيضة علشان اخف بيه الخليط شوية، ما يكونش معايا تخين قوي كده، وهضربهم في الخلاط. هيكون معايا القوام بتاعه بالشكل ده. هضيف عليه كوباية من الدقيق، وطبعا هنخلها حلو قوي، وكمان هضيف عليه معلقة من النشا، وهضيف عليه ذرة من الملح، وكمان معلقة من البيكنج باودر. ما نزودش البيكنج باودر علشان ما تشققش معانا الكيكة في الاخر. وكمان هديها معلقة من الخل والفانيليا، وهضربهم حلو قوي. طيب ما عندكيش نشا مفيش مشكلة، لو في اي حاجة ناقصة مفيش مشكلة يعني. المهم هضربه حلو قوي. تقدر تستغني عن الفانيليا لان الكاكاو ما بيكونش محتاج نكهة معاه، ولكن احنا بنحط الفانيليا يعني كده برضو ايه ريحة. واهم شيء ان الكاكاو بتاعك يكون نوع كويس، يعني الكاكاو بتاعك نوع كويس الكيكة يطلع معاكي طعمها حلو. وطبعا النوع الاسباني بيكون حلو. بعد ما ضربتها بقى حلو اديتها معلقة من السمنة البلدي كده على الوش، تديها طعم وريحة جميلة قوي. طيب مفيش سمنة بلدي او زبدة او حاجة مفيش مشكلة، تقدري تستغني عن الخطوة دي. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا المقاس الوسط. اي نوع صواني عندك هتعملي خدي المقاس الوسط بتاع الصواني بتاعتك، يعني بيكونوا 3 تاخدي تاني واحدة على طول. هدهنها بشوية زبدة، انا ما بحطش دقيق ولا حاجة لان كده كده الزبدة بتخليها ما تلزقش معاكي. وهبدأ ان انا انزل الخليط كده فيها، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة اللي في النص. هنا بقى ده الخليط اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة. هتطلعيه وهتشوفي القوام بتاعه. لو لقيتيه تخين قوي ممكن تديله معلقتين من الحليب وتخفيه بيهم. لو انت عايزاه خفيف، عايزاه تقيل حطي تقيل حسب بقى ما انت عايزاه. طلع معاكي القوام مظبوط زي ما هو معايا كده يبقى خلاص مش هنضيف له اي حاجه. اول ما تلاقي الكيكه بتاعتك فصلت كده من الجناب تعرفي ان هي استوت. حتى مش محتاجه ان انت تعملي اختبار وتشوفي هي نايه من جوه ولا لا، مجرد ما فصلت معاكي اعرفي ان هي استوت على طول. وكمان هضيف بقى عليها الخليط دلوقتي. حبيت اعملها اقتصاديه، كان ممكن بقى نحط كريم شانتيه ونعمل حاجات كتيره. طبعا احنا عاملين الحاجات دي كتير مع بعض، ولكن هنا حبيت اعملها اقتصادية. وفي ناس كمان بيقولوا على الكيكة دي جاتو شاتو. بعد ما ضفنا عليها بقى الخليط حطيناه في التلاجة شوية تشرب بقى كده من كلها في بعضيها كده. وهنبدأ دلوقتي ان احنا نقطعها. عايزة اقول لكم الكيكة دي طعمها حلو قوي. هوريكم دلوقتي قد ايه هي هشة وما شققتش لاني ما زودتش البيكنج باودر. بصوا شايفين هشة ازاي، طعمها حلو قوي. اظبطي طعم الكاكاو بتاعك هتطلع معاكي طعمها تحفة. طبعا الكاكاو اللي احنا مستخدمينه هو كان كاكاو خام. دي كده كل مراحل التسوية بتاعتنا اللي عدينا بيها. طبعا بتقعد معاكي قد ايه في الفرن، بتقعد على حسب الفرن بتاعك. طبعا كل واحدة عارفة حرارة الفرن بتاعتها عاملة ازاي. بس كده فيديو بسيط
كيكة بسيطة مقاديرها اكيد موجودة في البيت، جربيها بجد هتعجبك قوي. بصي بقى مفيهاش اي حاجة، ولا حليب مكثف ولا سكر بني ولا الحاجات اللي اللي بتزهقنا دي. جربي الكيكة دي بالطريقة دي، سهلة وفي الخلاط، وهتدعيلي ان شاء الله. وصلتي معايا بقى لحد المرحلة دي، ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي معايا لو اول مرة بتشوفيني، وتفعلي زر الجرس. انا ولاء هاشم، ودي قناتي، واحب اقولك ما تنسينيش في اللايك والشير، وتتمني لي كمان الخير زي ما انا بتمنى لكم كده كل خير. ولحد هنا هقول لكم دمتم سالمين ومع السلامة.